السلام عليكم وأرحب بجميع المتابعين في فيديو جديد لدرس هذا اليوم تحت عنوان المثلثات للتريونغل. إذا سبق وأن قمت بتقديم فيديو مخصص لدرس المثلثات، تم التعرف من خلاله على جميع أنواع المثلثات، كيفية أيضا إنشاء جميع أنواع هذه المثلثات. للإطلاع على الفيديو السابق، هنا في أعلى يمين الشاشة ستجدون أيقونة هنا تقومون بالضغط على تلك البطاقة فتشاهدون الفيديو المخصص لدرس المثلثات، أو أيضا في صندوق الوصف لهذا الفيديو سأقوم بوضع رابط درس المثلثات. إذن ما الجديد الذي أقدمه في فيديو هذا اليوم من درس المثلثات هو كيفية إنشاء جميع أنواع المثلثات، ولكن هذه المرة فقط بدلالة قياس طول ضلع واحد من أضلاع المثلث أو ضلعين فقط من أضلاع المثلث الثلاثة، وأيضا دلالة قياس زاوية واحدة أو زاويتين من زوايا المثلث. إذا قبل البداية فقط تعريف بسيط للمثلث. المثلث هو مضلع ثلاثي بحيث له 3 رؤوس، أيضا 3 أضلاع وثلاث زوايا. وتم التعرف كما قلت عن أنواع المثلثات. هناك مثلث قائم الزاوية، هناك مثلث متساوي الساقين متساوي الأضلاع، وأيضا مثلث مختلف الأضلاع. إذا جميع هذه الأنواع وخاصيات هذه المثلثات ستجدونها كما قلت في الرابط الموجود في صندوق الوصف أو في البطاقة الموجودة هنا في أعلى يمين الشاشة. نبدأ بالمثال الأول. هنا أنشئ المثلث ABC بحيث AB يساوي 5 سنتيمتر، زاوية BAC يعني الزاوية التي رأسها A قياسها يساوي 55 درجة، والزاوية ABC يعني التي رأسها B قياسها يساوي 45 درجة. إذا كما ملاحظون نقوم بإنشاء مثلث بمعرفة فقط طول ضلع واحد من أضلاع المثلث، وأيضا بمعرفة قياس زاويتين من زوايا المثلث. نبدأ دائما برسم الضلع الأول. إذا يجب أن نقوم بتحديد أو برسم أو بإنشاء الضلع الأول الذي يساوي 5 سنتيمتر. إذا نقوم برسم القطعة AB وقياسها يساوي 5 سنتيمتر. إذا هنا نجد الضلع AB ويساوي 5 سنتيمتر. ثم بعد ذلك نقوم بتحديد قياس الزاويتين. الزاوية BAC قياسها 55 درجة، ثم الزاوية ABC قياسها 45 درجة. نبدأ بالزاوية التي رأسها A قياسها 55 درجة، فبالتالي أقوم بوضع هنا المنقالة على هذا الشكل. نقوم بتحديد هنا رأس الزاوية A. الخط الموجود في المنقالة هنا يطابق ضلع الزاوية AB على هذا الشكل، ونقوم بتحديد القياس 55 درجة من جهة اليمين. لماذا؟ لأن الضلع الزاوية AB موجود في اتجاه اليمين. نقوم بتحديد 55 درجة بدءا من الصفر. نجد هنا 0 درجة، ثم 10 20 30 40 50. بعد 50 نجد هنا 55. إذا هذا هو القياس الزاوية يساوي 55 درجة. ثم نقوم برسم الضلع AC، يعني الضلع الذي يربط بالنقطة التي قمت بتحديدها مع رأس الزاوية A أو النقطة A على هذا الشكل. إذن هذا الضلع غير محدد قياس هذا الضلع، لأن في المعطيات الموجودة لم يتم تحديد قياس الضلع AC. إذن ننتقل الآن إلى تحديد قياس الزاوية B. إذن قمت الآن بتحديد قياس الزاوية A وقياسها 55 درجة. ننتقل إلى الزاوية التي رأسها B. نأخذ المنقلة مرة أخرى، نقوم بتحديد رأس الزاوية B، ثم الضلع. الخط الموجود في المنقلة يطابق ضلع الزاوية AB، وهذه المرة نقوم بالحساب من الجهة اليسرى لأن ضلع AB أو BA موجود في الجهة اليسرى، فبالتالي الحساب نبدأ من الصفر من هذه الجهة، ونقوم بتحديد 45 حيث نجد هنا 40. إذا 45 ما بين 40 و50، إذا هنا أو من الأعلى على هذا الشكل. ثم نقوم بربط النقطة التي أقوم بتحديدها الآن مع الرأس الزاوية B على هذا الشكل، ونقوم برسم الضلع BC على هذا الشكل. فبالتالي أكون قد قمت بتحديد قياس الزاوية B
والذي هو 45 درجة. إذا ونقطة تقاطع الضلعين هي النقطة C، وبالتالي أكون قد قمت بإنشاء المثلث ABC، بحيث أن AB يساوي 5 سنتيمتر، زاوية BAC والتي رأسها 55 درجة، والزاوية التي رأسها B أي ABC الزاوية التي رأسها B قياسها يساوي 45 درجة. بإمكاني إضافة هنا سؤال ونقوم بتحديد قياس الزاوية C. في هذه الحالة كم يساوي قياس الزاوية C؟ إذن لمجموع قياس زوايا المثلث دائما يساوي 180 درجة. إن جميع أنواع المثلث كيفما كان شكل هذا المثلث فمجموع قياس زواياه يساوي 180 درجة. إذا نجد أن الزاوية A تساوي 55 والزاوية B 45. إذا الزاوية C، كيف نقوم بتحديد قياس الزاوية C؟ إذا قياس الزاوية C هو ماذا؟ هو 180 درجة ناقص مجموع الزاويتين A و B، أي مجموع قياس زوايا المثلث نطرح منه قياس الزاوية B والزاوية A فيتبقى لنا قياس الزاوية C. إذا 180 نطرح منها كما قلت 55 درجة زائد 45 درجة، أي قياس الزاويتين A و B. فبالتالي الزاوية C قياسها يساوي 180 ناقص 55 زائد 45 تساوي 100 درجة، فبالتالي الزاوية C قياسها يساوي 80 درجة، لأن 180 ناقص 100 درجة يساوي 80 درجة، وهذه الزاوية هي زاوية حادة. إذن فبالتالي الزاوية C قياسها يساوي 80 درجة، ونتأكد بأن مجموع قياس زوايا المثلث دائما كما قلت يساوي 180 درجة. وننتقل الآن إلى مثال آخر. هنا ألف: أنشئ مثلثا EFG قائم الزاوية في النقطة E، بحيث EF تساوي 4 سنتيمتر والزاوية F قياسها 45 درجة. ثم بعد ذلك سؤال باء، نقوم بحساب أو بتحديد قياس الزاوية G. هنا عندما يتم طرح السؤال بهذه الصيغة أي دون استخدام المنقلة، يعني دون استعمال المنقلة، نقوم بحساب أو بتحديد قياس الزاوية G. إذن أولا نقوم بإنشاء هذا المثلث. نبدأ أولا برسم القطعة EF وقياسها 4 سنتيمتر، ثم نحدد الزاوية E وقياسها 90 درجة، لأن المثلث قائم الزاوية في النقطة E، إذن الزاوية E تساوي 90 درجة. إذن نرسم أولا القطعة EF قياسها 4 سنتيمتر. إذن لدينا هنا القطعة EF أو الضلع EF وقياسه يساوي 4 سنتيمتر، ثم نحدد الزاوية E هي زاوية قائمة باستخدام المزوات. نقوم برسم الضلع EG على هذا الشكل، ولكن دون تحديد طول هذا الضلع لأنه غير محدد في المعطيات الموجودة في السؤال. إذا نقوم فقط بتحديد الزاوية E وهي زاوية قائمة كما قلت، قياسها إذن يساوي 90 درجة، وبإمكاننا رسم هذه الزاوية أو تحديد هذه الزاوية باستخدام المزوات كما فعلت، أو أيضا باستخدام المنقلة على هذا الشكل. نقوم بتحديد رأس الزاوية ثم نقوم بحساب هنا 90 درجة، ونقوم بتحديد نقطة ثم نوصل النقطة O بنقطة القياس 90 درجة، ونقوم برسم الضلع EG وتحديد الزاوية E قياسها 90 درجة. ثم بعد ذلك نقوم بتحديد قياس الزاوية F وهو يساوي 45 درجة. في هذه الحالة نأخذ المنقلة، نقوم بوضعه هنا كما قلت الثقب الموجود دائما في المنقلة أو دائرة هنا صغيرة تكون، نقوم بوضعها مطابقة لرأس الزاوية F، ثم الخط المرسوم في المنقلة يطابق خط أو ضلع الزاوية اللي هو الضلع EF، ثم نقوم بتحديد 45 درجة من الجهة اليسرى، لأن دائما نلاحظ اتجاه الضلع. إذا الضلع F في اتجاه اليسار، إذا أيضا نقوم بالحساب من الجهة اليسرى. إذا 0 10 20 30 40 50، إذا بين 40 و 50 نجد هنا قياس 45 درجة. نقوم بتحديد نقطة من هذا المكان أو أيضا من الجهة الأخرى هنا أيضا، ثم نصل النقطة F بنقطة القياس 45 درجة،
باستخدام المسطرة على هذا الشكل. وفي هذه الحالة أقوم بتمديد الضلع الآخر للمثلث، ونقطة تقاطع الضلعين هي النقطة G، فبالتالي أقوم بتحديد أو بإنشاء المثلث EFG. قائم الزاوية في النقطة E، قياس الزاوية F يساوي 45 درجة. ثم ننتقل إلى السؤال باء، حدد قياس الزاوية G. إذا كيف نقوم بحساب قياس الزاوية G؟ نعلم بأن مجموع قياس زوايا المثلث هو 180 درجة. إذا نعلم قياس الزاوية هو 90 درجة، الزاوية F هو 45 درجة. إذا الزاوية G لتحديد قياس هذه الزاوية نقوم بطرح مجموع الزاويتين E و F من 180 درجة، أو 180 درجة نطرح منها مجموع الزاويتين 90 درجة زائد 45 درجة، فبالتالي هنا الخارج أو الباقي هو قياس الزاوية G. إذا 180 درجة ناقص مجموع الزاويتين 90 زائد 45 تساوي 135، والزاوية G فبالتالي تساوي 45 درجة. ونستنتج أن الزاوية G والزاوية F كيف هما متقايستان. إذا لاحظوا معي، نستنتج أن قياس الزاوية G يساوي قياس الزاوية F يساوي 45 درجة. إذا في هذه الحالة نقول أن هذا المثلث هو فعلا مثلث قائم الزاوية في النقطة E، لكن أيضا هو مثلث متساوي الساقين في النقطة E. بما أن الزاوية G تساوي الزاوية F، إذا الضلع EG أيضا يساوي قياس الضلع EF. إذا نستنتج أن هذا المثلث هو مثلث متساوي الساقين وقائم الزاوية في النقطة E. إذا إلى هنا نصل إلى نهاية فيديو هذا اليوم. نلتقي إن شاء الله في فيديوهات لاحقة. نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.